جوج صحاب ما تخيلوش العلاقه اللي كانت بيناتهم اكثر من الخوت. بداو من الزيرو بجوج وداروا الفلوس بجوج وغادي يتزوجوا في نهار واحد. وملي غتسمع شنو غيدير ليه في الاخر ما غاديش تصدق راسك. وكيفاش غادي يحصل هذاك فيلم اخر. تبعوا معنا القصه حتى الاخر باش تفهموا البلان. بدينا على بركه الله. قصه غتبدا مع جوج ديال الصحاب في اقليم ورزازات، عبد الرحمن وعلي. هاد جوج اصدقاء كبروا في دوار واحد، كانوا جيران وكانوا صحاب. دخلوا المدرسه بجوج وقراو بجوج، وبحكم الفقر وقله الشيء ما قدروش يكملوا قرايتهم، وقليل اللي في ذاك الوقت كان يقدر يكمل قرايتهم بحكم كان خاصو ضروري ديبلاصا شي مدينه اخرى باش يكمل قرايتهم. هادشي اللي خلاهم يخرجوا من المدرسه. وهاد جوج صحاب غيبقاو مقاتلين مع الوقت، كل مره كيدبروا بريكول من هنا ومن هنا وغاديين مقاتلين مع الوقت. حتى لواحد النهار غتلاقيهم الوقت مع واحد المقاول اللي الحرفه ديالو كيحفر البيار. بداو الخدمه معاه وغادي يطولوا معاه، دارت الحركه والامور غادا مزيان. ضربوا معاه واحد المده اللي كانت طويله، غيدوروا المغرب كامل ويحفروا بزاف ديال الابار في المغرب كامل، ومع الوقت ولاو حريفيه ديال بصح. وهذا الشيء اللي غادي يخليهم يبداو يفكروا بعيد وغاو يخدموا لراسهم، ما يبقاوش تابعين لداك الشاف ولا الباترون اللي غيبقى يخلصهم من السيمانه للسيمانه. بحكم ان داك الوقت كان الماتريال رخيص وما كانش شي ماتريال اللي متطور بحال دابا، ولكن واحد فيهم اللي هو علي قال ليه غير تثبت شويه، مازال الوقت نجمعوا شويه الفلوس ونديروا علاش نرجعوا مزيان باش حتى بدينا تلقاو باش نديبانيو. وفعلا داكشي اللي غيديروا، غيبقاو مطولين مع السيد في الخدمه وبقات غادا الامور. غدوز واحد العام من بعد ما غادي يجمعوا الفلوس، غادي يجي النهار اللي غيديروا فيه البروجي ديالهم. وفعلا غيبداو غيديروا الديبار، غيشريو واحد الطوموبيل قديمه وغادي يبداو يهزوا فيها الماتريال وغادي يبداو يدوروا. وفعلا بشويه بشويه وبداو كيتحركوا مزيان، بداو كيديروا كليان وبدات الامور كتيسر وغيوليو كيدوروا فلوس صحيحه. وهنا فين غيجي واحد النهار اللي غيقرروا فيه باش يشريو دار. هاد الجوج ما كانوش غير صحاب، كانوا اكثر من الخوت، واخا ما ولداتهمش ام وحده ولكن كانت بيناتهم واحد العلاقه اللي زوينه بزاف. وهذا الشيء اللي خلاهم يشتريو دار وحده، واحد غيسكن لتحت وواحد غيسكن لفوق، يبقاو قراب من بعضياتهم وحتى ولادهم يكبروا مع بعضياتهم. الدار غيشريوها في كازا بحكم الخدمه اللي كانت عندهم كثيره في كازا. كازا كانوا فيها الفيلات بزاف وكيبغوا يحفروا البيار، داكشي علاش كانت عندهم اغلبيه ديال الخدمه في كازا. وهذا الشيء علاش قرروا يشريو الدار في كازا باش يبقاو قراب من الخدمه. من بعد ما داروا هذا الشيء كامل وشراو الدار جهزوها والامور مزيانه، غتوصل وقيته اللي غيقرروا فيها باش يتزوجوا. هنا علي غينصح صاحبه وغيقول ليه باللي الا بغينا نتزوجوا خصنا ضروري نرجعوا للبلاد وناخذوا شي وحده بنت البلاد، هي اللي غتفهمنا وهي اللي غتمشي معنا في الثقافه ديالنا والعادات ديالنا. حنا بنت كازا ما خداماش لينا. وداكشي اللي داروا، هبطوا للبلاد، تزوجوا، قادوا الامور وجابوا عيالاتهم لكازا، سكنوا معاهم واستقروا في كازا. علي غيتزوج بواحد الدريه كان سميتها كنزه، وعبد الرحمن مراته كان سميتها خديجه. علي كان غيسكن في البرومي وعبد الرحمن غيسكن فوق منه. خدوز عام ديال الايام، الامور غادا عاديه وكل شيء مزيان، ولكن من بعد كل شيء غادي يبدا يتبدل. علي غيولد 3 الولاد، غتولي عامر عنده الدار والامور غتبقى غادي مستقره وعاجبو الحال. اما بالنسبه لعبد الرحمن فراه كان عنده مشكل وكان متبع مع الاطباء باش تيسر الامور في الولاده، وهو كان عارف بلي المشكل كان فيه هو. ومع ذلك كان عايش هو ومرته اللي كانت الله يعمرها دار واحد الحياه اللي زوينه وحياه سعيده اللي كيبغيها اي زوج، خاصهم غير الوليدات وتكمل الامور. اما علي فمع الولاد كان ديما عنده المشاكل مع المراه، فيما كيرجع للدار كيلقى المراه مرونه مع الولاد والشطنه ديالهم، كيجي كيلقاها ناعسه وداك الشيء كان ما كيعجبوش. وكانوا ملي كيتلاقاو في القهوه وكيكونوا جالسين مع بعضياتهم كان علي ديما كيبقى يتشكى عليه، كيقول لي انا تقهرت الدراري والصداع والمراه حتى هي تقهرات وعندي المشاكل ومبقيتش حامل لا زواج لا ولاد. وكيبقى يقول لي سعداتك انت بعدا تهنيتي لا ولاد لا والو ما عندك ما دير بيهم. علي واخا كان
عبد الرحمن واخا كان كيسمع لصاحبه ولكن في خاطره وكان ديما عنده شي حاجه ناقصه وكيبغي حتى هو الولاد وما كرهش هذيك الروينه اللي عنده ديال السطح ديال الولاد تكون عنده هو. ولكن الغالب الله كاين هذا الشيء راه ما كانش كيقولوا لصاحبه، كان غير كيسمع ليه وكيصبروا عليه. كان فيما كيرجع للدار كيلقى مرت عبد الرحمن صاحبه عنده في الدار، بحكم ان ساكنه تحت منهم فراه كان عادي صاحبتها وديما كتعمر عندهم. هنا علي ملي كان كيدخل كيلقى مرت عبد الرحمن كان كيتعامل معها عادي سلام سلام احترام بيناتهم، ولكن بشويه بشويه ولا كيدوي معاها ولا كيجمعوا. وهنا بدا كيلاحظ واحد الفرق، كيلاحظ وبدا كيقارن بينه وبين مراته ولقى ان مرت عبد الرحمن كدوي زوين وفيها شويه الانوثه، كيحس بها فرق كبير بينه وبين المراه ديالو واللي كتبقى غير كتغوت ومع ما مهلياش في راسها، ما كانش عاجبو الحال معاها. وحتى من مرت عبد الرحمن كانت مهليه في راسها وكانت زوينه شويه، وهاد المقارنات وهاد الشيء خلاه بدا كيضرو خاطرو ونقطه بنقطه حتى كيحمل الواد. غير هذاك شويه ديال الوقت اللي كان كيجمع معها وكيهضر معها كان كيحس براسو فرحان، وبشويه بشويه حتى غيلقى راسو ولا كيبغيها وكيموت عليها. ولكن هذا الشيء كامل بطبيعه الحال ما يقدرش يخرجو، حيت عارف مع راسو باللي هاد السيده مرت اعز صديق عنده، يعني خوه ماشي غير صاحبه، كابر معاه ومدوزين الحاره والحلوه وكيدير فيه الثقه، وكان كيحاول ديما يقنع راسو باللي هذا الشيء راه ما منه والو وخاصو يقلب. ولكن مع الوقت بقات لاصقه ليه في راسو وما قدرش يتفرق عليها. وهنا فين الشيطان غادي يلقى الوجبه وغادي يبدا يدخل يطنطن ليه في راسو. وهنا فين بدا يفكر باللي ضروري خصو يدير شي حل لهذا الشيء. وهنا فين غتكون الكارثه، عيا ما يفكر وعيا ما يخطط وباش يلقى شي طريقه ولا شي طريق من يدوز باش تبقى عليه. فكر عيا وفي الاخير بان ليه بلي طريقه وحده الا بغات تبقى عليه هي خاص صاحبه يموت باش تبقى ليه المراه على طابق من ذهب. كدوز الايام كياكلوا ويشربوا مع بعضياتهم وخدامين والامور عاديه. عبد الرحمن ما على بالو بوالو، ولكن صاحبه راه كيقرا ليه في البلان باش يحيدو من الطريق. حتى غطيح على علي واحد الفكره اللي الشيطان بقى حال فمو. وفي واحد النهار وهما خدامين كيحفروا، حيت كما كتعرفوا الحفير شحال هادي كان كيحفروا بليد، وقد ما كيغرقوا تحت الارض كان كيبدا يقل الاكسجين. وهنا كانوا ديما كيهبطوا معاهم واحد القرعه ديال الاكسجين كيبقى خدام بها هذاك الليل تحت. ملي كتقرب تسالي كيطلع كيستراح كيهبط الاخر كيدير نفس الخدمه وكتبقى غادا دايره الصمته. وهذه هي الفكره الشيطانيه اللي طاحت على علي. فاش غادي يبدا عبد الرحمن وبدا خدام، ملي غتقرب تسالي ليه القرعه غادي يعيط عليه صاحبه باش يطلعو، ولكن علي غادي يصمكها عليه وغيخليه يموت بشويه بشويه. وداك الشيء اللي وقع غادي يخليه حتى غيتاكد مزيان باللي مات. وفعلا في الاخر غيموت عبد الرحمن. غيعيط على البوليس، جات الوقايه المدنيه، ملي غيجبدو السيد غيجبدوه ميت وهو موجد الفيرسيون اللي غادي يقول البوليس. قال لهم بلي السيد كان خدام عادي لتحت كيحفر، تخنق ومات. دوز الامور عاديه وباللي غير اكسيدون والسيد الله يرحمه. غدوز الايام وغادي يريح مع كنزه مراتو، وهنا غيبدا يطنطن ليها في راسها، بقى عليها باللي غادي تبقى السيده هجاله وما كاينش اللي غيكون بها، غادي نتزوج بها وداكشي اللي كناكلو راه غنقسموه بجوج والامور راه ميسره وهذا غير اجر غلقاو عند الله. بقى كيقنع فيها بشويه بشويه. السيده ملي شافت القضيه فيها الاجر ومرت صاحبو حضرات الفيلم كامل وافقات بطبيعه الحال. وهنا فين السي علي غيوصل الهدف ديالو، وفعلا ملي غتسالي العده ديالها غادي تزوج بها. غيعيشوا واحد الشهر مفيكين بخير ما خاصهم حتى خير، عاجبو الحال. حتى من بعد غتوقع واحد الحاجه هي اللي غتغير كلشي. ملي غادي يجي خو عبد الرحمن اللي توفى وغادي يطالب بالحق ديالو في الورث وبقى داير ليه المشاكل. وملي كان كيرجع عليه في العشيه كانت كتبقى تشكي عليه كتقول لي باللي خو المرحوم راه كيبقى ينقر عليا وكيبقى يحشي ليا في الهضره، كيقول لي باللي صافي غير مات بدلتيه ما عقلتيش عليه. ومهم دار ليهم المشاكل. وهنا علي غادي يتعصب ديال بصح وغتخرج من فم واحد الكلمه اللي غتغير كل شيء. قال لي الا ما سكتش غنلحقوا على خوه.
سمعت هي ديك الهضره قالت لي كيفاش شنو قلتي شنو درت.